شفت امك؟ قلت لك محدش يخاف عليك قد امك. والله انا عارف. ولو يا اختي مين اللي بيرن الجرس ده؟ انا بنام اما بسمعه. السلام عليكم. نور. ازيك؟ عامله ايه يا امي؟ انت ايه اللي جابك يا ابني؟ انت مش قطعتني؟ يا امي في حد يكلم ابنه كده برضه؟ لا اصل انا مستغربه لمجيتك، يعني انت جاي ليه؟ جاي ابارك لك على الشقه الجديده. الله يبارك فيك يا اخوي. ايه هنتكلمون على الباب؟ لا يا ابني اتفضل. خير؟ طلتك كده غريبه. خير قول. جاي ليه؟ ايه اللي حدفك عليا بعد كام شهر؟ جاي اقول لك يا امي ان انت كلامك كان في محله بصراحه. على ايه؟ فاكره اما قلت لك نبيع البيت عشان في مصلحه كانت طلعت نصبايا. شفت امك؟ قلت لك محدش يخاف عليك قد امك. والله انا عارف. ولو كنت عطيتهولك يا نور كان زمانه راح منك دلوقتي. كان زماني على الحديد المريء. يعني انت عرفت غلطتك عشان كده جيت؟ انا ليا غيرك يا امي. ماشي يا ابني، والام بتسامح وراها الا المسامحه. يلا الحمد لله. المهم انا جاي لك في مصلحه حلوه. تاني يا نور؟ مصلحه حلوه. اوعى تقول لي تبيع البيت وحد يضحك عليك. لا ماليش دعوه بالبيت بقى، خلاص البيت انت، خلاص انت البيت انت زي ما قلتي، وانا مقتنع بالكلام اللي انت بتاعي. ماشي. بتاعك بتاع اخواتي زي ما انت عايزه. ماشي. بس انا جاي لي مصلحه تانية. في واحد صاحبي بيبيع توكيل وانا كنت هشتريه منه. توكيل ايه ده؟ توكيل شغل كده، قطع غيار وكنت وبعدين؟ هشتريه منه. هو يعني محتاج الفلوس وانا جايب سعر لقطه. وبعدين؟ ما تقلقيش انا معايا الفلوس. انا بس جاي لك في حاجه. خير. وانا لو عملت المصلحه دي باسمي والورق باسمي، مش بعيد منها تروح تعمل دعوه وترفع قيمه النفقه بتاعتها. ممكن. صح. وبعدين يا امي انت هينوبك من الحب جاي. ازاي؟ طب قول لي يا نور. هيخش لك شهريه بسبب الامضاء اللي انت هتمضيها دي. هديكي في الشهر 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ الفلوس هي في ايدي. ده اول شهر. بس هنعمل حاجه. ايه بقى؟ هنكتب عقد باسمك. بس مش هنعمل زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت خلاص احنا هننساه. هنعمل عقد تاني اسمه عقد ضد. يبقى عقد صوري اللي بيني وبينك، ده اللي يمشي في المحاكم والمصالح، انما العقد الاساسي اللي هو المصلحه بتاعتي. وانتي ليكي شهريا 10000 جنيه ومالكيش دعوه باي حاجه. ثابتين كل شهر؟ مالكيش دعوه باي حاجه. ما تجيش شهر تقول لي مش عارفه ايه. 10000 جنيه. طب ايه؟ دول اول شهر. انتي ايه رايك؟ انا موافقه. طالما هيجي لي كل شهر 10000 جنيه من غير ما تلوعني وتقول لي الشهر الجاي واللي بعده، انا موافقه. لا مفيش اي تاخير، وكله بصي كل اول شهر هتلاقي الفلوس عندك. طيب ماشي انا موافقه. موافقه؟ الورق معايا. دول العقدين. ماشي. تمضي عليهم؟ عادي امضي لك، وانت يا ابني انا عارفه انت عمرك ما هتاذيني يا نور. طيب انت معاكي قلم ولا اروح اجيب قلم؟ لا هات لي، انا ما عنديش. شوف لي قلم جوه كده على هتلاقيه على الشفونيره جوه. استنى هجيب قلم. القلم اهو يا ام. بس انا ما بعرفش اكتب الا اسمي بس. طب ماشي مفيش مشاكل. اكتبي اسم جدك. اكتبي اسمك وهنعمل بالقلم كده على ايدك ونعمله بصمه صغيره. ماشي. يلا. فين يا ابني؟ امضي هنا. هالة. هو جدك اسمه ايه؟ تسأليني انا يما. المليجي؟ المليجي. ماشي. وهنا؟ وهنا كمان؟ ماشي. كده ده اول عقد. العقد التاني هنا نفس الاسم؟ ماشي. شيل ليه كده يا ابني؟ انا بمضي على ايه كل ده؟ مش عقدين يا امي. عقدين ايه؟ دي 4 عقدات. هاتي بقى اعمل لك البصمه. هاتي ايدك. ابصمي هنا. هاتي ايدك تاني. كفايه يا نور عشان ايه؟ ابصمي بس هنا. ما كنت هتخدت انا وانت دلوقتي جاي. هجيب لك وايبس وامسحيه. بس متشكرين منك قوي. هجيب لك وايبس يا ام. يا عم ولا يابس ولا اي حاجه بقى، مسحناه وخلاص. انا ماشي يا امي بقى. عايزه حاجه؟ استنى يا نور. ايه يا امي؟ هات القلم. هات يا اخويا. فجعتيني. خدي.
هات، عايز تاخد القلم وتجري؟ ده انا جايباه 5 جنيه من على مكتبة عبد الفتاح. فاكرني هبلة؟ طلعت انصح منك خدت القلم. قال الولد بيحسبني هبلة ولا عبيطة. حلو، رضا من عند الله. 10 على 10 على 10، الواحد يجيب له حتة دهب بدل الفضة ده اللي لابسه من ايام جدي المليجي. يلا مش مشكلة بقى. انا عارفة يابا انت ايه اللي خلاك تسمي ايه. ايوه مين؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا حاج، عامله ايه؟ الحمد لله. مين انت؟ انا احمد اللي اشتريت العماره الجديده من نور. عمارة مين انت اللي اشتريتها من نور انت؟ العماره دي يا فندم. العمارة دي بتاعتي انا حبيبي. لا انا اشتريتها من نور. نور ابن حضرتك، ما هو قايل لي ان هو ابن حضرتك، اكيد قايل لك. لا ما قاليش، هو ما اشتراش وما باعش نور. هو العمارة دي بتاعتي انا وباسمي انا. انت ازاي خدتها؟ انت جاي تنصب عليا عشان انا قاعده لوحدي يا ابني؟ لا يا حاج، قاعده لوحدك ليه؟ اتصلي بنور يجي وانا معايا العقود وكل حاجه معايا تمام. انا مش حاجه افتري عليكي يعني. لا ما فيش. وبعدين ما انا عنديش. مبلغ الناس كلها والناس هتفضي وفاضلش الا شقتك انت اللي هو اخر واحد. قلت لك عشان نور قال لي قول لوالدتي اخر واحده. يعني ايه يقول ان لوالدته؟ يعني اتصلي بيه بقى وشوفي مشاكلك معاه، انا ماليش دعوه، انا عايز افضي الشقه عشان اخدها. طب يعني ايه انا اعمل ايه انا دلوقتي؟ اتصلي بابنك بقى وشوفيه، ولو سمحتوا كده شوفوا لي حل وفضوا لي الشقه. فين تليفوني؟ عشان أنا في ناس جايه تاخد الشقق طب دي كلها. استنى بس يا ابني، انت عمال تتكلم ورا بعض بربند. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مالي انا ومال القرف ده يا ابني عيب بقى، انا ست كبيره زي امك. اتفضلي يا حاج اتفضلي. ايه يا نور؟ ايوه يا ام. ايه يا نور؟ قولي عايزه ايه يا ام؟ هو انت بعت البيت يا نور؟ بعت البيت؟ قلتي ما تعرفيش ولا ايه يا ام؟ هو انت بعته؟ كلمه ورد غطاء، انت بعته؟ ايوه بعته يا امي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بعته ازاي؟ بعته ازاي؟ ده انا اشتريته منك يا ام. انت اشتريته مني؟ ده امتى ده؟ انت بقى صفي مشاكلك مع ابنك بقى. ده امتى ده؟ بتفضي لي الشقه يا عم روح بقى انت كمان. ده امتى ده ان شاء الله بعت؟ شغلانه يطلع لي فيها حاجه كده. انت خدته مني امتى؟ يا امي انا مش عطيتك 10000 جنيه. ايوه 10000 جنيه، ده عشان المصلحه اللي قلت لي عليها. لا مش عشان مصلحه. ال 10000 جنيه دول تمن البيت، وانا كده مضيتك على العقود بتاعت البيت. انا رجعت حقي تاني يا ام. يعني انت كده مضيتني وضحكت عليا بال 10000 جنيه وخدت البيت تاني يا نور؟ امي انت فرحتي لما مسكت فلوس في ايدك. يعني انت عملت كده فيا؟ الحق بيرجع لاصحابه؟ تنصب عليا وتقول لي الحق بيرجع لاصحابه؟ يا نصاب يا حرامي. انا برضو اللي نصبت. نصاب. تنصب عليا انا؟ يا ام انت بتحبي الفلوس، وانا الفلوس حطيتها قدام منك. انت ما شفتيش قدام منك انت بتمضي على ايه. اول ما شفتي الفلوس مضيتي وانت ساكته ولا فكرتي في اي حاجه. انت خنتني عشان عارف ان انا مش بنعرف نقرا ولا نكتب، صح ولا لا؟ مضيتني وخلاص. انت لو انسان عندك ضمير ما تعملش في امك كده. اصلا لا ابني ولا اعرفك ومش عايزه اعرفك تاني. ها؟ ماشي. وعيالك ان شاء ايه؟ ارجعي تاني بقى الشقه اللي انت مأجراها دي، فضيها وارجعي اقعدي فيه. ما انا هرجع حبيبي، بس انت خلي بالك عيالك هيعملوا فيك كده. افعل يا ابن ادم كما تدين تدان. من غير سلام. الولا يضحك عليا انا عشان عارف انا ما بنعرفش نقرا ولا نكتب. يمضيني يقول لي ده مصلحه جايه كل شهر 10000 جنيه وانا شبه الهبل كده بصمته وخلاص. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.